هل هي بداية النهاية لحزب التجمع الدستوري الذي ظل يتفرد بحكم تونس وإن تحت عناوين وأسماء مختلفة منذ الإعلان عن إنشاء هذا الحزب عام 56 من القرن الماضي؟ واعتقد أن الخطوة القادمة ستكون الحل القضائي النهائي، فما زال على الشعب التونسي أن يزيح الثقل الثاني لكي يضمن إنجاز الثورة ويضمن نجاح هذه الثورة وتحقيق الديمقراطية. والمهمة الثانية هي حل جهاز البوليس السياسي. الداخلية التونسية أعلنت تجميد نشاط الحزب في انتظار حله من قبل القضاء. مطلب شعبي تردد على ألسنة المشاركين في مختلف المسيرات والاعتصامات منذ اندلاع الثورة التونسية التي أفضت إلى خلع بن علي في 14 من الشهر الماضي. حزب التجمع أكد على لسان أمينه العام محمد الغلياني أنه لم يبلغ رسميا حتى الآن بما ذكر عن تجميد أنشطته، وهو الذي يوجد في وضع لا يحسد عليه منذ فرار رئيسه بن علي وتنكر قياداته ورموزه ركوبا على ظهر الثورة كما يقول البعض، أو انتظارا لمعرفة الحزب الذي سيحكم مستقبلا. احنا نحبوا النظام هذايا قديم يتنحى جمله واحده ما حسناش به. التجمع الذي يصفه التونسيون بأنه كان أداة القمع ومطبخ تزوير إرادة الشعب يربط البعض بين تجميد نشاطه وما شهدته بعض مدن الداخل التونسي من أحداث خلال اليومين الماضيين، وتتمثل تلك الأحداث في قتل متظاهرين بنيران الشرطة في الكاف وقضاء 2 آخرين حرقا في مركز للأمن بمدينة سيدي بوزيد. محمد عبد الله ممي، العالم، تونس.